جات لي ام بطفلها مذعوره خايفه جدا مرعوبه، بتقول لي يا دكتور الولد سخن جدا جدا، بس المشكله مش عند دكتور الاطفال، هو قال لي اتحركي بيه على دكتور عظام. ليه اجي بيه على دكتور عظام؟ مش بس عشان ركبته ورمه وسخنه، لكن السخونيه بتاعتها هل ديت مرتبطه بالسخونيه اللي عموما عند الطفل؟ قلت لها ايوه، ده اكيد مشكلته عندنا. يلا براحتك خالص نعمل له الاشعه ديت. عملنا له اكس راي، لقيت ما فيهاش حاجه، الولد ما تعرضش لخبط او حاجه. قلت لها خلاص احنا مهم جدا نعمل موجات صوتيه على الركبه. خافت وانذعرت اكتر. قلت لها يا ستي ده فحص مهم جدا ولازم نعمله. قالت يا دكتور طب انا لسه اروح مركز اشعه الوقت متاخر. قلت لها طب كويس، احنا نقدر نستعوض عنه بحاجه تانية خالص، هنعمل تحليل. عملنا له صوره دم، سرعه ترسيب، معامل الالتهابات، لقيت كرات الدم البيضاء عاليه جدا، سرعه ترسيب عاليه جدا، ومعامل الالتهاب عالي جدا. فقلت لها يا ماما ده اسمه تسمم مفصل، يعني التهاب صديدي في المفصل. طب ده يحصل كده فجاه يا دكتور؟ قلت لها لا ده مش فجاه، ده يحصل بسرعه لكن ممكن يكون بدا على مدار اليوم معاكي. طفل قام بيعرج الاول سبتيه، الطفل بدا يزك اكتر ما خدتيش بالك، انت ما خدتيش بالك غير لما سخن. طب حله صعب؟ لا حله سهل جدا، وهنبينه في الريلز اللي جاي ان شاء الله.